دي ممكن تبقى اكبر صفقه في الموسم كله، مش اكبر صفقه ارسنال بس يعملها، حرفيا ممكن تبقى اكبر صفقه في الصيف كله واكبر صفقه في السنين اللي فاتت دي كلها. لو فعلا الخبر اللي انا قريته ده تم ووصل لاخره، يعني ان فينيسيوس جونيور ممكن يجي ارسنال. ديفيد اورنستين الصحفي المشهور اللي دايما مختص باخبار ارسنال كلها بيقول ان الناس في ارسنال مهتمه بفينيسيوس جونيور، وفي اتفاق جماعي من النادي بقى، من المنظومه كلها، سواء كان من ارتيتا او من اندري بيرتا او من الاداره او من جوش كرونكي، وكله متفق على فكره اللاعب وعلى مبدئيه شراء اللاعب ودفع فلوس كتيره في فينيسيوس جونيور. ولكن لسه لحد دلوقتي مفيش عرض اوفيشال ولا في اي خطاب اوفيشال بين الناديين، بين ارسنال وريال مدريد. ولكن اورنستين بياكد ان ارسنال مهتمين وعاجبهم اللاعب. بصراحه يا جماعه انا من ساعه لما قريت الخبر ده وانا مش على بعضي. دي الخبر ده ممكن تبقى اكبر صفقه ارسنال يعملها في السنين اللي فاتت دي كلها. في السنين اللي فاتت دي كلها انا مش فاكر، يعني ممكن من صفقه مسعود اوزيل والقلق والقلبان اللي صفقه مسعود اوزيل عملته في الديدلاين دي، انا مش شايف او مش فاكر ان في اي صفقه تانية ممكن تعمل الضجه دي كلها زي صفقه فينيسيوس جونيور دي لو تمت. يعني انا شايف ان الفلوس كلها اللي احنا ندفعها في فينيسيوس جونيور دي ممكن نجمعها في يومين من بيع التيشيرتات اللي عليها اسامي فيني بس، حرفيا حرفيا يعني. وبصراحه انت لو بتدفع 300,000 في الاسبوع لهافرتس، يبقى فيني يدفع له 500,000 ويدفع فيه ملايين الملايين. ولو تشيلسي جايبين مورجان روجرز ب 117 مليون، يبقى فيني يدفع فيه 150 و160 عادي، وانت معاك فلوس وانت بطل انجلترا ولسه كسبان الدوري. فالصفقات بتاعتك وكاليبر اللعيبه اللي تجيبها المفروض تكون هو ده الكاليبر الورد كلاس والكاليبر التوب ليفل. هي دي اللعيبه فعلا اللي احنا محتاجين ننشن عليها. مش قادر اقول لكم انا اتحمست ازاي وفرحت ازاي لمجرد ان انا قريت الخبر، لدرجه ان انا قعدت ادعك عينيا وقعدت اقلب في الموبايل تاني اتاكد ان انا قريت خبر صح فينيسيوس، واتاكد ان ده فعلا الاوفيشال اكونت بتاع اورنستين، والاقي كمان سكاي سبورتس بيقولوا الخبر، وكذا جورنان وكذا موقع اوفيشال بيقول الخبر ان ارسنال مهتم بفينيسيوس جونيور. مش مصدق، مش مصدق حرفيا. وفينيسيوس لعيب كبير قوي، وانت فعلا محتاج خانه الوينج الشمال دي نسدها اخيرا. قاعدين يعني تروسرد كتر الف خيره كان بيكارك وبيحاول، مارتينيلي في الضياع في الظلمات، وحتى تزوليس اللي انت جبته ده متجاب على انه سكواد بلاير، مش متجاب ان هو يبقى وينج ليفت صريح وينج ليفت اساسي. هو متجاب انه سكواد بلاير ومتجاب من الدوري البلجيكي، يعني متجاب من دوري تير 2. ادينا شفنا المجايب اللي بتيجي من الدوريات اللي هي البرتغالي والبلجيكي والحاجات دي تبقى عامله ازاي. مش عايز اخش في حته تانية، انما هتجيب لاعب يلعب لك ناحيه الشمال دي هتسد خانه بنت لذينه ولعيب توب ليفل، توب ليفل، وهو ده اللي ناقصك اخيرا علشان باذن الله تكسب تشامبيونز ليج. انا مقتنع اقتناع تام ان باذن الله صفقه برونو جوماريش دي ان شاء الله شكلها انها في على الابواب وبتتم والدنيا تمام. ولسه النهارده اورنستين منزل خبر برضو ان ارسنال ونيوكاسل اتفقوا على السعر بتاع الصفقه وعلى سعر صفقه برونو جوماريش دي، ودي حاجه كويسه جدا. هم اوريدي متفقين على البيرسونال تيرمز او على الامور الخاصه والشخصيه ما بينهم وما بين اللاعب. فان شاء الله صفقه جوماريش مع صفقه فيني، وفعلا انت مش محتاج اكتر من كده. انت فريق لسه واخد دوري، وفريق اللي بيبقى واخد دوري ده مش بيحتاج يعمل تغييرات كتير. احنا شفنا ليفربول الموسم اللي فات لما كانوا واخدين دوري بعدين دخلوا ميركاتو شقلبوا الدنيا وجابوا لعيبه كتيره جدا. ايه اللي حصل لما دخل؟ جاب ايساك، وده جاب فيرتس، وجاب الواد اللي هو فريم بونج، ومش عارف جابوا كام حد كده كمان، بوظوا المنظومه شويه. انت مش محتاج اكتر من 2 لعيبه 3 ماكس بس يبقوا لعيبه توب، يبقوا لعيبه توب ليفل. فيني 100% توب ليفل، برونو جوماريش توب ليفل، وهيسند في نص الملعب مع ديكلان رايس، بالذات ان انت ديكلان رايس هيبدا الموسم مش شايف، هيبدا الموسم مش شايف. احنا مسلمينه لتوخل خلصان شويه، الطاقه اللي كانوا فيه توخل قضى عليه في كاس العالم هيسلمه لك. انت مستلم لاعب منتهي، مفيش مريحش بدنيا، مش هيديك 100% الموسم اللي جاي او اتليست في بدايه الموسم اللي جاي. فانت محتاج حد يسد في الخانه دي. وفينيسيوس جونيور يا جماعه لعيب بجد توب كلاس، تحبه بقى تكرهه تختلف معاه تتفق معاه، انا ماليش دعوه. انا بتكلم عليك كلاعب كوره، ماليش اي دعوه بشخصيته بقى بره الملعب وانا بحبه ولا ما بحبوش. لعيب كوره هاتوا لبسوا لي تيشيرت ارسنال هيتحب غصبا عن الدنيا، غصبا عن الدنيا. ولعيب في ريال مدريد هو النجم. هو طبعا ايه دلوقتي في مشاكل هو ومبابي ومش حاسس بنفسه قوي، وفاضل له سنه في عقده مع ريال مدريد، وريال مدريد مش عايز ان الواد يمشي فري، مش عايزه يمشي فري. فدلوقتي هيبقوا هم اوبن لعروض كويسه لفينيسيوس جونيور. وانا مش عارف بقى ايه اللي داير في الكواليس معاه ولا مع مورينيو، ومورينيو بيحب اللعيبه اللي بترجع تدافع، فيني مش من النوع اللي بيرجع يدافع. فقد تكون دي نقطه خلاف، وقد تكون دي حاجه مخليه مورينيو اوبن ان هو او منفتح ان هو يسمع عروض جايه لفيني، ومخليه ريال مدريد منقبلين ان هم يسمعوا عروض جايه لفيني، بالذات ان هم لعيبه كتيره داخله فهيبقوا محتاجين يفضوا شويه فلوس. جايبين كوكوريا، رودري برضو خلاص على وشك ان هو ينضم.
فانت بتتكلم في صفقه ممكن تبقى دي اكبر صفقه ارسنال يعملها، او اكبر صفقه ارسنال يعملها تعمل ضجه وتعمل هزه بين الجمهور من ساعه صفقه اوزيل، حرفيا من ساعه صفقه اوزيل دي في 2013. فانت بتتكلم في حاجه من 13 سنه، من 13 14 سنه. فبصراحه يا جماعه مبسوط جدا. انا عارف ان الموضوع لسه بدري، وعارف ان احنا لسه في البدري جدا، ولا في اصلا ناديين، ما فيش حد رفع تليفون كلم حد، وهو بس خبر ان في اهتمام. ولكن هذا الخبر كافي ان هو يخلي دماغك تسرح، ويخلي دماغك تتخيل فيني لابس تيشيرت ارسنال وبيمشي على ناحيه الشمال وبيرقص وبيقطع وبيشوت، وفيني بيجيب لك الدوري، وفيني بيجيب لك الشامبيونز ليج. يعني كافي الخبر ده ان احنا كلنا نمشي في السكه دي، في سكه التخيلات وفي سكه السيناريوهات الوهميه اللي اتعملت. انا مقضيها سيناريوهات وهميه من ساعه لما قريت الخبر ده، وبصراحه مش على بعضي. لان فعلا الصفقه دي لو تمت انا مش عايز حاجه تاني، مش عايز اي حاجه تاني من الميركاتو بقى. لا تجيب، لا تقول لي بقى عايز ابدل يوكريش بالفاريز، ولا تقول لي انا خلاص راضي قوي بجومارش وفيني. تمام تمام. انا كنت فرحان جدا اصلا باخبار ان احنا ممكن احنا واتلتيكو مدريد نعمل صفقه تبادليه، نديهم يوكريش ويدونا الفاريز. وانا اصلا ما كنتش فاهم هم ازاي ممكن يوافقوا على حاجه غبيه زي دي. قرار في منتهى الغباء ان انا اديهم جاموسه وهم يدوني لعيب كوره. بس السكه كانت رايحه وماشيه. انما خبر فيني ده انسى اي حاجه يا باشا. انت برونو جوماريش جاي، فيني جاي، انت تمام. انت عندك ساكا، جاموسه بقى في النص، او كاي هافرتس او ايا كان، وعلى الشمال عندك فيني. انت عندك خط هجوم محترم، وعندك ديكلان رايس وبرونو جوماريش، وعندك باذن الله صليبه هيمس اول الموسم عشان العمليه هتبقى ضربه كبيره جدا. ولكن عندك جابرييل برضو بيسد ويقدر ان هو يقف على رجله. هنكابي يقدر يلعب سنتر باك، كالافيوري يقدر يلعب سنتر باك. يعني هتتحل باذن الله. والله هتتحل، والدنيا هتمشي وهنفوق. وان شاء الله ساكا يرجع لمستواه. وان شاء الله ساكا الموسم الجاي صعب قوي ان هو يعمل موسم اوحش من الموسم اللي هو قدمه اللي فات ده. وهو ابتدى اوريدي في الورلد كاب مع انجلترا، الهاتريك اللي جابه في ماتش الثالث والرابع، ابتدى يقف على رجليه شويه. يا رب ان شاء الله تبقى عوده ساكا لو رجع للليفل بتاعه الحقيقي. ومع فيني احنا هيبقى صعب جدا ان نتوقف، هيبقى صعب جدا حد يوقفنا. وبيب جوارديولا مشي مع الف سلامه، مفيش بيب جوارديولا. تشيلسي جايبين مدرب جديد، ليفربول جايبين مدرب جديد، جوارديولا مش موجود، ماريسكا بس اللي موجود. فانت بتتكلم يونايتد حتى كاريك هيبدا اول موسم معاهم من اوله، داخلين على تشامبيونز ليج، هيبقى عنده ضغط ماتشات، قله خبره لسه. فانت الدنيا مهيئه مع الصفقات الصح ان انت باذن الله تخش وتحافظ على اللقب بتاعك تاني. هي دي الفتره اللي ارسنال يقدر يحصد فيها القاب ويقدر يعمل فيها تاريخ. الفتره اللي انت منافسينك في ترانزيشن فيز، زي ما انت كان بقالك سنين في ترانزيشن فيز وفي فتره انتقاليه، انت دلوقتي منافسينك كلهم في فترات انتقاليه. هي دي الفتره والاوبورتونيتي والفرصه بتاعتك ان انت تجمع القاب على قد ما تقدر، وتجمع بطولات على قد ما تقدر. وباذن الله بقى لنا موسمين بنقرب قوي من الشامبيونز ليج. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا متفائل جدا ان الموسم الجاي نقدر ان احنا ناخد الشامبيونز ليج لاول مره في تاريخ النادي. ليه لا؟ ليه لا؟ انت قاعد بتوصل ند مع فريق هو اللي بياخد الشامبيونز ليج بقاله موسمين ورا بعض، ووصلت معاه النهائي، وصلت ضربات جزاء. كان ناقصك بس لعيب كواليتي، وكان ناقصك بس لعيبه لو ما تلكعناش في ضربات الجزاء كان ممكن نكسب اصلا الشامبيونز ليج. انما شايف ان باذن الله خبر حلو جدا، خبر يحطك في المود جدا بقى وتركز. وكل يوم هنقضيها ريفرش ونقرا اللي بيتكتب على موضوع فيني وموضوع ارسنال. طب الفاريز ايه اللي حصل؟ طب يوكريش؟ طب الكلام ده كله حاجه يعني تحطك في المود بطريقه مش طبيعيه، وتخليك متحمس كل يوم بطريقه مش طبيعيه. يا رب ان شاء الله نوصل لليفل بس العرض الرسمي، ونشوف الدنيا هتروح فين بعد كده. بس قولوا لي رايكم ايه في الصفقه في الكومنتات، شايفينها ازاي؟ كان ايه احساسكم لما قريتوا الخبر؟ مستني اسمع منكم. تنسوش لايك وكومنت، وتعالوا نتكلم في الكومنتات، واشوفكم الفيديو اللي